ايهاب، مساء الخير. مساء النور. بص يا سيدي، دلوقتي انا عملت الهوم ورك بتاعي ودورت على جوجل على تعريف الهوية. دورت عليه بالانجليزي ودورت عليه بلغة تانية بالعربي، ولقيت انه تعريف الهوية وعناصر الهوية بتختلف على حسب انت بتدور على انهي لغة. فانت تفسيرك ايه للموضوع ده؟ يعني انا اعتقد انها راجعه للكاتب مش راجعه للغه، وحتى لو راجعه للغه فراجعه لثقافه الكاتب اللي موجود في مكان معين بيتكلم عربي او بيتكلم يعني انجليزي او ايا كان. فممكن جدا يكون واحد عايش في مجتمع قبلي مثلا، فهيكون بالنسبه له التعريف برضو جاي من الفكره القبليه اللي هو عايش فيها. لو جاي من مكان تاني مش القبيلة هي الشيء اللي يعني مسيطر، فهيبقى عنده تعريف مختلف. فالأماكن بتختلف مع اللغة، بتختلف مع الثقافة بتاعت الشخص. لكن يعني أعتقد إنه التعريفات اللي هي بتاعت صامويل هانتنجتون كانت شاملة، أعتقد هذا يعني. هانتنجتون هو اللي انت استخدمته، هو ده الريفرنس بتاعك لتعريف الهوية، صح بالظبط كده؟ اللي اشرنا اليه الحلقه اللي فاتت. وهو كمان كان عامل كتاب مهم قوي اللي هو صدام الحضارات، فهو يعني قد يكون ريفرنس معقول يعني. تمام. طب ما تكلمنا انت ايه اللي خلاك تختار التعريف ده بالذات، خصوصا ان فعلا في تعريفات كتيرة؟ لا انا بمنتهى الامانه ما اخترتش، ما قعدتش ادور على تعريفات كتيره. انا لقيت تعريف اعتقد ان هو كان بالنسبه لي واقعي ومناسب، فما عملتش الاكسرسايز ده ان انا ادور على تعريفات كتيره للهويه. فده الحقيقه انا ما عملتهوش. انت فاجئتيني لما قلت لي في تعريفات تانية، بس اي ثينك برضه انا بعتقد ان ده وضع طبيعي ان يبقى كل مؤلف عنده افكار مختلفه، لكن في الاخر هتلاقي نفس العناصر هي زياده شويه في حته او اقل في حته حسب المجتمع. لكن اعتقد ان احنا هنقوله النهارده هيبقى شامل لكل العناصر يعني. طب في رأيك ايه هي العناصر دي؟ هو مش في رأيي بقى، في رأيي لأن أنا يعني بستأذنك إن أنا هقرا علشان أحاول أبقى يعني دقيق جدا في، لأن أنا برجع لهنتنجتون في الموضوع ده. فهقرا العناصر اللي هو كاتبها على مكونات الهوية ومصادرها. تمام. أول واحدة النسب والعزوة، زي السلف والجنس والقرايب، السلالة والعرق. وهنا زي ما قلنا كده المجتمعات بتختلف. فبالنسبه لمصر مثلا الاسره هي اول لبنه في المجتمع. فاحنا عندنا الاسره، وبعدين العيله، وبعدين القريه، المدينه، الدوله. والشكل ده موجود من الاف السنين. يعني احنا هنشوف لو اي حد راح المتحف المصري هيلاقي تماثيل كتيره جدا للعائله، راجل ومراته، وازاي حاضنين بعض او مهتمين ببعض وهكذا. فدي يعني واضحه وموجوده من الاف السنين. طبعا في كمان العيله الممتده اللي هو الراجل ومراته مثلا والجد او باباها مامته، ولو في حد برضه العمات او الخالات لو ما بيشتغلوش بيبقى هو مسؤول عنهم، وده برضه موجود من الاف السنين. فيبقى كده النسب والعزوه دي واحده. الثانيه الثقافه السائده، والثقافه السائده هنا بيقول مستمده من العشيره، في حالتنا بقى مستمده من العائله. اوكي، او العائله او القريه. طريقه الحالة الثانيه بتبقى العشيره والقبيله. بالظبط كده، بالظبط كده. فدايما ناخد بالنا احنا ما عندناش مجتمع قبلي، احنا عندنا مجتمع معتمد على العائله مش على القبيله. وبالتالي في فروق كبيره. اي حد هيقرا هيلاقي فروق كبيره بين فكره العائله وفكره القبيله بتتعامل ازاي. بس في اماكن يا ايهاب في مصر فيها الفكر القبلي او في قبائل طبعا داخل الحدود المصريه ومن قبيل الزمن. يعني عندك في المناطق الصحراويه خصوصا بتمتد لتشمل القبائل. مظبوط. في كل مكان في الدنيا وفي كل بلد في الدنيا في تنويعات في الاشكال بتاعه يعني المجتمع. التركيبه البشريه تركيبه مختلفه. لكن احنا برضو بنحاول نتكلم على القطاع العريض من والحقيقه قبل ما تيجي انا كنت برسم خريطه مصر. وبشوف طيب هو اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اتكون برضو ازاي. في احنا عندنا برضو شيء غريب عن بقيه
الدول، وفي ناس بتحبش الحكايه ان احنا مختلفين او بتاع، لكن احنا عندنا نهر ماشي في وسط الصحراء، اوكي، كانه فرع واحد وحواليه صحراء من ناحيتين، وبعدين في الاخر بيتفرع وينزل في البحر المتوسط كانه كده عامل زي اللوتس، زي زهره اللوتس كده. وده النهر الوحيد في العالم اللي ماشي من الجنوب للشمال، وده علشان الجنوب عندنا اعلى والشمال اوطى، فمنحدر نازل منحدر. لما ده حصل وبقى النهر ماشي بهذا الشكل وبقت الرياح شماليه، يعني الرياح ماشيه عكس اتجاه النهر، فالمجتمع المصري كله او المصريين اول حاجه عاشوا حوالين النهر، فبقى في مجتمع كله جنب بعض حوالين النهر، لكن كمان قدر ينتقل من خلال النهر ده رايح وجاي شمالا وجنوبا لبقيه المجتمع اللي هو لبقيه الناس اللي عايشه على هذا النهر بسهوله عن طريق السفن. فبقى التقارب اللي موجود في المجتمع المصري برضو شيء الحقيقه يونيك، مفيش جبل بيحد ومفيش حاجه، في طريقه مواصلات سهله ورخيصه قدروا ان هم يتعاملوا بيها، فده عمل مجتمع قريب من بعض. وطبعا لما كمان اخترعوا الزراعه واكتشفوا الزمن قدروا ان هم يعرفوا الحصاد امتى وهكذا، والمجتمع تحول الى مجتمع زراعي جدا. وقتها بقى في تعاون قوي جدا لانه بقى في وفره في المنتج، وانت عايزه حد يحصد معاكي الارض الكبيره دي ويحرثها معاكي وهكذا، فبقى في تعاون شديد بين الناس اكتر من فكره ان هو في تضاد او ان هم بيسرقوا من بعض او ايا كان. لا، كان في فكره اكتر انه المجتمع هو اللي بيحط هويته واحده واحده، زي ما القبيله بتحط هويتها انها بتعادي القبيله الثانيه عشان تقدر تعيش وتقدر انها تكمل. بقت هنا لا، العائلات بتحاول تتعاون مع بعض علشان انها ان كان تربي حيوانات او ان كان انها تحرث او انها او ايا كان في المجتمع الزراعي. فده نقطه اي ثينك انها مهمه جدا في يعني الشكل اللي اتكونت بيه الحضاره المصريه والمصريين عامه. طب ما تورينا الخريطه اللي انت عملتها كده دي خريطه؟ ليه لا؟ خريطه وهميه جدا، مش عارف هتبان ولا لا في الصوره. تمام. نحاول نحط خريطه احسن شويه. هي الارض فعلا في مصر منبسطه، والمناخ الى حد ما مستقر عن حتت كتيره في باقي العالم، يعني احنا نعتبر الى حد ما محظوظين بالمناخ بتاعنا. هل المناخ والموقع الجغرافي بيلعب دور في تكوين الهويه؟ طبعا موجود هنا، يعني موجود هنا في بقيه هنلاقي ان ده جزء من الحاجات اللي هندكتون قايلها الحقيقه. فيبقى النسب والعزوه، واحنا قلنا هنا بالنسبه لنا احنا الاسره هي اول لبنه، والتاني الثقافه السائده. واعتقد ان دي نقطه مهمه جدا، فكره الثقافه السائده، وهو هنا بيقول ان هي المستمده من العشيره، في حالتنا العيله او القريه، طريقه الحياه، اللغه، الثقافه الوطنيه، الاديان، الحضاره والمدنيه. لو كده برضو حاولنا ان احنا برضو نمشي واحده واحده عليهم، هنشوف انه الاسره برضو في مصر من الاف السنين شكلها مختلف، لان وضع المراه كان مختلف جدا. فكره المراه انها بتعمل زيها زي الرجل تقريبا، بتورث زيها زي الرجل. الزواج كان زواج مدني وله وثيقه زواج وموجود فيه بيدفع لها ايه ولما بيتجوزها، ولو هي مشيت بيدفع لها ايه وهكذا. وطبعا عندنا ملكات حكموا مصر، وجايز ده يكون احد اسباب تقبل شجره الدر انها تحكم مصر ازوال بعد كده بعدها بالاف السنين. فوضع المراه ده شيء متميز جدا في الحضاره المصريه، واعتقد انه الشيخ احمد الطيب ذكر دوت من حوالي شهرين او 3 اشهر، انه اكتر حضاره يعني احتفت بالمراه كانت الحضاره المصريه، وده كان لفته طبعا مهمه جدا جدا من شيخ الازهر. طريقة الحياة ليها علاقة بقى باللي انت بتقولي اللي هو المناخ، وهل احنا عندنا ارض مطر ولا في نهر ولا في ايه. ده بيعمل يعني شيء تعاون هيبقى مختلف ولا في تضاد ولا في ايه بالظبط. فدي بالنسبة لطريقة الحياة. اللغة اختلفوا الناس، هل احنا اول لغه بمعنى لغه الكتابه، هل احنا اول واحده في العالم ولا تاني واحده في فرق 200 سنه؟ لا، احنا اقدم، السومريه اقدم. بس بغض النظر
لازم ناخد بالنا ان احنا عندنا لغه قديمه وكتابه قديمه جدا، ومش بس على الحجر لكن كمان على البرد. فده معناه ان احنا قدرنا نكتب شعر ونكتب اغاني ونكتب قصص ونكتب افكار وعقائد، مش هقول دينيه، اشياء عقائديه، لان انا بفرق بين الدين والعقيده، بس ما علينا. يعني العقيده المصريه قدرنا ان احنا نكتبها ونقدر نقراها دلوقتي. موجود كتاب الخروج الى النهار او اللي بيسموه كتاب الموتى ومتون الاهرام وهكذا. فاحنا عندنا كم كبير جدا من الكتابه، وكتابه مؤثره جدا جدا لحد النهارده، مش علينا، على العالم كله يمكن بيقرا اللي احنا كتبناه لحد النهارده وبيحاول يترجمه زي ما شامبليون عمل. الثقافه الوطنيه برضو دي نقطه مهمه جدا، لانه اماكن كتيره من العالم عرفت الوطن مؤخرا. يعني في ناس يقول لك ده احنا ده كلمه حديثه ومش كلمه حديثه. احنا عرفنا الوطن من يوم ما وحدنا الوطن، اعتقد من وجهه نظري الشخصيه. يعني من مين وحد مصر 3150 قبل الميلاد، في ناس بتقول يعني هفترض ان ده الرقم المظبوط. فمن يومها بقى في وطن متحد فعلا، وفي ناس عندها لغه يقدروا يكلموا بيها بعض، وفي تعاون شديد، وفي اوقات كتير بقى في جيش واحد لهذا الوطن وهكذا. ففكره الوطن موجوده في مصر حتى واحنا مش واعيين بالطريقه الحديثه اللي هو الناس يعني تقول لا الوطن جديد وقديم وانسانه. اعتقد انه كان موجود. الاديان، فكره الاديان برضو دي فكره مهمه جدا، لانه بتخلي البني ادم الناحيه الروحيه بتاعته موجوده. وانا بعتقد انه الانسان المصري يعني فكر كتير جدا في كيفيه التواصل مع الاله، ولان هو كان في مجتمع زراعي، فالدين في الحضاره المصريه طالع من تحت لفوق. يعني هو ما استناش لما يجي له نبي ويديله رساله وكتاب وهكذا، هو حاول يتواصل ويوصل بقلبه وباللي بيشوفه مع الاله، وعرف الاله وعرفه، وابتدى بيه حتى قصه الخلق اللي هي يعني برضو من الحضارات الاولى اللي عملت قصه خلق، وهي مشابهه جدا للقصه بتاعه البيج بانج. فيها شبه من البيج بانج، وفيها كمان اشاره لاتوم، الناس تقول ان هو ادم وادم وهكذا. لكن المهم في الحكايه انه الانسان المصري كان عنده عقيده قويه جدا بيحاول يتواصل بيها مع الله الخالق اللي هو كان عارف ان هو بالتاكيد موجود. الحضاره والمدنيه، طبعا احنا عندنا منتج حضاري متميز جدا ومختلف جدا. يعني لو اي حد شاف مثلا كنيسه او جامع او اي حاجه ممكن ما يبقاش عارف هي في اليونان ولا في مصر ولا فين، لكن لو شاف بس حرف من حروف اللغه المصريه القديمه هيقول دي مصر بالتاكيد. اي طفل في العالم هيعرف، هيقول لك دي مصر. فالحضاره المصريه سابت منتج حضاري متميز ومختلف، والمصريين اللي عملوه يعني ناتج من عندهم. التاثير الاقليمي، هو بيقول ان هو التواجد في جوار معين بما يفرضه من جيران وقرى او مدن محيطه التي الى تاثير المنطقه الجغرافيه والقاره. طبعا احنا عندنا تاثير ضخم جدا من الحضاره الافريقيه، اللي في حضارات تانية غيرنا الحقيقه. يعني ما هناش الحضاره الوحيده في افريقيا، في حضارات تانية في غرب افريقيا كمان. وعندنا تاثيرات طبعا من حضارات تانية او شعوب تانية كانت موجوده حوالينا، وده يمكن هيبان بعد كده في العام الاخير بتاع الغزوات وهكذا اللي حصلت لمصر. التاثير السياسي من احزاب وعصبيات، نوعيه القياده والقائد، جماعات الاهتمام والحركات السياسيه، القضايا الوطنيه، المذاهب والايديولوجيات السائده او المحيطه، الحكومات دورها وانواعها. طبعا هنا الحكايه دي بتتغير بشكل كبير في خلال السنين، لكن لالاف السنين قعدنا عندنا حكومه مركزيه قويه جدا، وكان في مقياس النيل علشان يقدروا يحددوا الضرائب وهكذا. وده استمر حتى عمرو بن العاص لما جه استعمل مقياس النيل برضو لنفس الفكره. ولحد النهارده احنا عندنا حكومه مركزيه قويه، واعتقد ان ده هيفضل موجود في مصر للطبيعه اللي احنا الجغرافيه اللي احنا قلناها، وللخبره المصريه في التعامل مع المحيط اللي موجود حواليها، اللي هو في احيان كتير او في معظم الاحيان الى وقت قريب كان بيشوف مصر سله الغذاء، ومصر انها بلد
اللي مليانه الخير، او على الاقل حتى مكانها موقعها الجغرافي مهم جدا ان هو عايز يستولي عليه وان هو يحتله. نابليون كان بيقول اللي احتل مصر احتل العالم. ف التأثير الاقتصادي اللي هي نوعية الوظائف والأعمال والمهن السائدة، مجموعات العمل والنقابات، أصحاب الأعمال، أنواع الصناعات، الطبقة الاقتصادية. طبعا احنا دايما بنقول احنا فلاحين، كلنا المصريين كلهم فلاحين، والوضع ده لسه موجود. حتى يعني لما بتسألي حد بتتعرفي عليه بتقولي انت منين، فبيقول لك ده انا من المنصوره، ده انا صعيدي، ده انا كذا وكذا. فلا يزال الى الان بعد الافات السنين لسه في نوع ما من التواصل، حتى لو كان ناس ما بتروحش لكن بيقول لك على طول هو له اصل تاني فلاحي. والاصول بتاعتنا دايما بنعمل لها يعني ريفرنسنج على انها البلد. اصل الناس جايين لي من البلد، اصل مثلا المحصول ده جاي لي من البلد. يعني دايما فكره البلد هي الاصل، الاصول صحيح، او الجذور يعني. ده صحيح. يس. التأثير الاجتماعي، مجموعات الأصدقاء، الانتماء لنادي معين، الانتماء لفريق، زملاء العمل، مجموعات الاهتمام والهوايات، والوضع الثقافي. طب وهل ده احنا بناخده من الاكثر اهميه للاقل اهميه؟ يعني انا شايفه ان احنا ابتدينا بالحاجات اللي هي الاقوى تاثيرا على تكوين الهويه، ودلوقتي وصلنا لدرجه الانتماء لنادي مثلا، فدي اكيد حاجه يعني اقل في الاولويه. ده بيرجع برضه ان هنت يكون راجل جاي من امريكا، والحاجات دي بالنسبه له يعني هو ما عندوش الدبث اللي عندنا ده، فهو مش هيقول لك انا منتمي للهنود الحمر مثلا، ما عندوش الوصله اللي احنا كنا بنتكلم فيها ديت، وانت منين؟ انا من البلد. لا، هو يقول لك انا مثلا ايطالي الاصل او بولندي الاصل او ايا كان. فاحنا ده يمكن بالنسبه لنا، احنا بالنسبه له هو جايز يكون دلوقتي الانتماء للنادي بتاعه اهم من جذوره اللي هو ما يعرفش هي فين او هي ايه او كان ليها تاريخ مؤثر عليه ولا لا. فجايز ده يكون السبب. علما ان هو جذوره اقرب كتير من بلد زي مصر. يعني جذور الناس، الاصول العائلات الامريكيه، احنا بنتكلم على 200 300 سنه فيرسز احنا بنتكلم على الاف السنين في مصر. فمن باب اولى ان هو يبقى عنده يعني تواصل مع جذوره اكتر مننا مثلا. بس الجذر ضعيف شويه يمكن، او ما اعرفش. عدد السين قليله جدا، اعتقد كده. وبعدين في عامل الحقيقه انا اللي اضفته الحقيقه، اللي هو التاثير القوي جدا اللي انا بشوفه للغزوات اللي حصلت لمصر، لانه احنا بنتكلم على الاف السنين من الفرس لحد وقت قريب جدا. الاحتلال التركي كان اخر حاجه، الانجليزي جه بعد الانجليزي الفرنساوي، فاحنا بنتكلم على مثلا 70 100 سنه نقول. بس في 2300 سنه من الاحتلال اللي كان فيهم تجريف تام للهويه المصريه اللي هي مرتبطه بالحضاره المصريه. وده اعتقد انه هو عامل مهم جدا، ونفسي جدا انه علماء النفس وعلماء الاجتماع يدرسوا ويقولوا لنا ايه تاثير الاحتلال الطويل ده على مصر. كان في احتلالات في منتهى القسوه علينا، من ضمن الاحتلال التركي، واحتلالات تانية كتير كانت بتتعامل مصير بمنتهى القسوه. كن في قفل المدارس، كان في تحريم للغه، تحريم التعامل باللغه المصريه، كان في تكسير للمعابد وهكذا. فكان في، وطبعا لموا كل العلماء ودوهم اسكندريه، فتحول الصعيد الى مكان قفر ما فيهوش اي حاجه، مدارس اتقفلت، الجامعات اتقفلت، اللغه بقت محرمه وهكذا. فالتجريف الطويل قوي ده 2300 سنه محتاج مننا الحقيقه دراسه علشان نعرف احنا ليه دلوقتي قاعدين بنقول هو ما انا مالي بيهم، طب هم بيقولوا ايه، طب انا مش عارف اقرا لهم، طب هم بيقولوا كلام مختلف، طب عملوا الهرم ازاي. احنا مش عارفين اي حاجه او بنحاول نعرف، لكن العمليه فيها صعوبه شديده على لانه التجريف حصل لمده طويله جدا جدا. طب دي نقطه مهمه يعني انا في رايي ان احنا ممكن النقطه دي بالذات، النقطه الاخيره، نكرس لها مثلا حلقه لوحدها. ايه رايك؟ انا طبعا لازم اعتقد ان احنا احد الصعوبات في الكلام عن الهويه المصريه انك بتتكلمي على الاف السنين،
وحصل فيهم حاجات كتيره جدا. وانا طبعا نفسي قوي ان احنا بعد بس ما نوضح الفكره اللي بنحاول ان احنا نطرحها في الفيديوهات دي، ان احنا نبتدي من الاول خالص، من اول ما يا اما 50,000 سنه من اول ما لقوا اول انسان على ارض مصر، يا اما حتى من اول ما الهومو سيبيان ابتدوا واتوجدوا في قاره افريقيا او ايا كانت اتوجدوا فين، وابتدوا الرحله بتاعتهم لحد مصر. دلوقتي في ابحاث كتيره قوي، ودايما مصر جوه، يعني الابحاث الجينيه هتلاقي دايما مصر جواها بشكل قوي جدا. ويمكن انا بعت لك احد الابحاث دي اللي بيقول المصريين فينا جميعا، وراسم خريطه جينيه وهكذا، بغض النظر عن صحه او البحث او عدم صحه البحث، لكن مصر دايما موجوده وحاضره في الفكره دي. وانا نفسي ان احنا بعد ما نوضح بس بعض الافكار معينه، نبتدي من اول هومو سيبيان كده، ونمسك ازاي مشي الانسان ووصل لمصر، وبالتالي ازاي اتكونت الهويه والثقافه بشكل يمكن اعمق شويه من اللي احنا بنقوله.